صباحكم كله خير، صباحكم كله رزق. النهارده انا جاي اقول لك الزتونه بتاعت الصنايعي الشاطر. جاي اجيب لك من الاخر الصنايعي الشاطر المتقن لمهنته بيعمل ايه وبيشتغل ازاي وبيحدد مصنعيته على اساس ايه. لان الفتره اللي فاتت انتشر حته لا ده الصنايعي ده غالي، ده انا اجيب الارخص. طب هو غالي ليه؟ هو غالي علشان هو جاي بيديك خبرة سنين في أسبوع، أنت سيادتك بتستكتر عليه. هو طالب 8 أو طالب 10 أو طالب 12. هو هياخد كل ده ليه؟ ده هيشتغل أسبوع بس وهيخلص البند ده. هو هياخد كل ده ليه؟ علشان هو هيخليك يعمل لك الحاجة من وان شوت. بالأخص صنايعي الكهرباء والسباك وصنايعي المحارة اللي هيوفر عليك بعد كده شغل في النقاشة كويس جدا، خامات وحاجات كتير وحيطة مظبوطة. صنايعي السباكة اللي هيوفر عليك ان المية بعد كده ممكن تضرب عندك او يحصل فيها مشكلة. صنايعي الكهرباء اللي هيوفر عليك ماس كهربائي، هيوفر عليك خامات، هيوفر عليك تكسير بعد كده بعد ما شطبت وبعد ما انبسطت بشقتك. فعلشان كده الصنايعي ده غالي. الصنايعي لما بيحدد مصنعيته يا جماعة هو ما بيحددهاش كده هباء، هو بيحددها ان عنده عدة بتهلك فبيجيب عدة جديدة، او بيصلح العده اللي معاه. بيحددها ان هو عنده عده حديثه بتساعده على الشغل المظبوط اللي سيادتك منتظره. فالصنايعي الغالي تمنه فيه. انا معاك ان الفتره اللي فاتت في صنايعيه هي متصيطه جامد جدا واسعارها غاليه جدا، ولكن شغلها اقل من صنايعي لسه بيتعلم. ليه بقى؟ هو خد الصيت لما هو كان شغال بايده، انما دلوقتي هو جايب صنايعيه وبقى معلم فما بقاش شغال بايده، فما بيطلعكش ما بيطلعلكش النتيجه اللي ترضيك على سعره الغالي الاوفر ده. وطبعا الصناعيه اللي هي الغاليه الاوفر دي احنا ما بنشتغلش معاها، ده بنشتغل مع الصنايعي اللي سعره معقول وفي نفس الوقت شاطر. انما الصنايعي الرخيص او اللي سعره رخيص هو بيكون لسه متعلم، كان صبي ولسه متعلم، او بيكون صنايعي قديم قوي مع احترامي للصنايعيه القدام، ولكن هو ما طورش من نفسه فما عندوش درايه وما عندوش العده الحديثه اللي تشغله في الشغل الحديث. زي في بند السباكه، بند الدفن. في صناعيه ما تعرفش تشتغل دفن، مش خزانات دفن بس، اتشاش دفن، خلاطات دفن. هو ما عندوش الدرايه بده عشان هو ما اشتغلش في ده، وعلشان هو ما طورش من نفسه فطبيعي بيبقى سعره قليل. كمان انا عايز اقول لك ان الشغل في الكومباوندات غير الشغل بتاع عمارات الاهالي، اللي هو ممكن الصنايعي يبات في نفس الشقه، يجي بالليل يشتغل بحاجات ما لهاش صوت، الكلام ده كله، فطبيعي بيبقى سعره اقل. لكن الشغل في الكومباوند هو بيشتغل من 9 ل 5، فيوميته قليله، بيكون عنده مصاريف مواصلات ومصاريف اكل وشرب وعنده مصاريف بيت. هو زيه وزيك بيصرف وبياكل وبيشرب وبيركب مواصلات، عشان كده بيكون السعر اعلى شويه. الشغل في الكومباوندات بيكون اغلى شويه من شغله بره، علشان هو الكومباوندات لها خصوصيه شويه في الشغل. يعني بيشتغل من 9 ل 5، يعني 5 بالدقيقة بيكون على البوابة. يعني المفروض ان هو بيكون لامم عدته من الساعة 4. يعني الشغل الفعلي من 9 ل 4. الأعياد والعطلات الرسمية هو قاعد في بيتهم، مين اللي هيصرف عليه وهو قاعد في بيته؟ ما هو دلوقتي مرتبط بشغلانتك. اليوم ده مش هينزل يشتغل في حتة تانية، لأن يوم مش هيكفيه ان هو يشتغل في حتة تانية. طبيعي ان هو نازل يأسس لك شغل او يعمل لك شغل بيقعد اسبوع او اسبوعين على حسب البند بتاعه. طبيعي ان الكومباوندات العطلات الرسميه اجازه، الجمعه والسبت اجازه، فانت بتلاقي الموضوع بيبقى صعب. الكومباوند كمان بيكون مرمي في الصحراء او بيكون في مكان بعيد عن الخدمات، فبيضطر يركب مواصله عشان يجيب اكل وشرب وياكل زيه زيك. وعلشان يركب مواصله يروح يجيب مش عارف ايه باص في العده، فبيركب مواصله بعيده. علشان يركب مواصله يروح بيته، علشان بيكون ساكن خارج الكومباوند، مش ساكن في الشقة نفسها اللي فيها شغل. فعلشان كده السعر بتاعه بيكون غالي شوية. ومش معنى كده ان الصنايعي يكون سعره اوفر فبالتالي انا مش هجيبك اشغلك لو سعرك اوفر. لكن سعرك معقول
بالنسبه لطبيعه المكان، فهتيجي تشتغل. كمان في حاجه منتشره على النت، الاقي واحد كاتب يا جماعه ده السباك جاي عايز كذا، ما ذكرش تفاصيل الشغل ايه. السباك جاي طالب مني 8000 جنيه تأسيس، ده كتير ولا شويه؟ يخش واحد مش فاهم اي حاجه في الدنيا خالص ويقول لك لا ده كتير، ده حرامي، شوف لك واحد تاني. هو انت عرفت هو عنده كام حمام؟ يعني الشقه فيها حمام ولا اتنين ولا تلاته عشان تقول له ان الشغل ده كتير؟ هو انت عرفت طبيعه الشغل فين؟ المكان فين؟ اكيد انت ما عرفتش كل ده. بتخش تحكم على اساس ايه ان ده كتير ولا ده شويه؟ انت عرفت هو بيركب مواصلات قد ايه؟ المكان محذوف، المكان بعيد؟ انت عرفت كل ده؟ ولا بتخش تتكلم لا ده كتير، ده انا السباك عند ابن خالتي واخد 3000 جنيه تأسيس. ما هو ابن خالتك ما كانش عامل قعده دفن، ابن خالتك كان ساكن اصلا في وسط البلد وفي وسط العمار. ابن خالتك ما كانش عنده مواعيد لكومباوندات، وبالاخص الكومباوندات، وبتك عليها ان الكومباوندات بتختلف. اي عطله رسميه الكومباوند اجازه والصنايعي اجازه، صنايعي قاعد في بيتهم بقى في الوقت الاجازه ده بيصرف. وساعات لو المكان بعيد عن بيته بيقعد في السكن اللي المهندس موفره له او صاحب الشقه موفره له، بيقعد ما بيعملش حاجه غير انه بيصرف. فالصنايعي بيكون عامل حساب الحاجات دي، السكن، العطلات الرسميه، العده الحديثه اللي هو شغال بيها، خبره السنين بقى اللي هو اتعلمها وجاي يديها لك في اسبوع عشان يعمل الحاجه من وان شوت. فلكل مقام مقال. ما نحكمش على الصنايعي ان ده سعره غالي، احنا نحكم عليه بشغله وبالسعر المعقول.